بعد وفاة رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، خطفت بنته أمينة الأنظار لما ظهرت على السجادة الحمراء في حفل إنرجي للدراما في دورته التاسعة. واتكلمت أمينة عن تقديرها الكبير للفنانة كارول سماحة، وقالت أحب أقول لها إن إحنا عيلة واحدة، والحمد لله هي أمي التانية. فأولا أحب أشكرها على وقفتها جنب بابا في مرضه، وأحب أبارك لها على مسرحيتها كله مسموح. وعاوزة أقول إن اللي إحنا بنعمله النهاردة ده علشان نكمل مسيرة بابا. وزي ما تابعنا، كان سبق وتوجه لكارول سماحة انتقادات كتيرة بسبب عرضها لمسرحيتها كله مسموح بعد أيام قليلة من وفاة وليد مصطفى. والناس استغربت ازاي هتمثل وتغني وترقص وهي لسه في قمة حزنها على وفاة زوجها. وكارول وقتها طلعت ووضحت ان عندها التزامات وعقود لازم تتنفذ، علشان كده أمينة بنت زوجها حبت تقدم لها الدعم، وقالت هي دي القوة، الفن قوة وكارول بتعرف تعبر عن مشاعرها بيه. فدي كانت قوة من كارول إنها بعد الوفاة على طول تقدر تطلع على المسرح، وأنا بحييها على حاجة زي دي، وإحنا برضو بنحاول نسعى والحياة تكمل. وكملت كلنا طبعا متضايقين إن دكتور وليد مش موجود، لكن هي دي القوة اللي هو غرسها فينا من وإحنا صغيرين. والحمد لله السيرة هي اللي بتقعد بعد الوفاة، وسيرة النهاردة هي اللي أحيت الحفلة، يعني إحنا مش محتاجين نتكلم عليه حتى. ووضحت إن وصية والدها كانت إنهم يكملوا شغل بعد وفاته، وإنهم ملتزمين بالوصية دي ومصرين يكملوا المسيرة على أكمل وجه. واتكلمت أمينة عن والدها اللي كان دايما داعم للقضايا الإنسانية، وذكرت حفلة التكريم اللي عملها لأهل غزة أثناء الحرب. وقالت النهاردة حفلة إنرجي اتكرم فيها والدي لمسيرته الفنية والمهنية اللي امتدت لأكتر من 30 سنة. وأخيرا اتكلمت أمينة عن علاقتها بأختها غير الشقيقة تالا، فقالت احنا عيلة واحدة، وكارول بالنسبة لي هي أمي التانية، ودايما والدي كان بيوصيني على أختي تالا. يذكر أن الراحل وليد مصطفى اتوفى عن عمر ناهز 53 سنة بعد معاناة طويلة مع مرض الكلى استمرت ل7 سنين، وانتهت بجراحة ما نجحتش وأدت للوفاة. ورغم تكتم العيلة على تفاصيل مرضه، أكدت مصادر مقربة إنه عانى من حالة صحية حرجة من سنة 2018، وده اللي خلى كارول سماحة تنسحب مؤقتا من الساحة الفنية علشان تقف جنبه في مرضه، وده اللي خلى أمينة بنته شكرتها على وقفتها معاه. وسبب الوقفة دي هي قصة الحب اللي جمعت كارول سماحة ووليد مصطفى، واللي استمرت حوالي 6 سنين قبل جوازهم. والقصة بدأت من أول مرة شافها فيها وليد في واحدة من حفلاتها في مصر سنة 2007، وكان معجب بيها بشكل واضح رغم إنها كانت مخطوبة لشخص تاني وقتها. وقالت كارول إن وليد كان دايما بيتواصل معاها من وقت للتاني، وكان كل شوية بيسألها هو انت لسه مخطوبة، في إشارة منه إنه مهتم بيها جدا. وبعد فترة انفصلت كارول عن خطيبها وقابلت وليد مرة تانية، ومن وقتها حصل بينهم تقارب كبير ومشاعر قوية. مع الوقت اتحولت لعلاقة حب، وبعدها اتجوزوا سنة 2014 برغم اختلاف ديانتهم لأنها مسيحية وهو مسلم، وكمان اختلاف البلد فهي من لبنان وهو من مصر، علشان كده كان هما الاتنين عندهم تخوف من الاختلافات دي. لكن كارول قالت في تصريحات سابقة إن الاختلافات دي ما عملتش أي مشاكل بينهم، وإن علاقتهم مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل، وهو ده اللي خلى جوازهم مستقر وناجح. أما عن الفترات الصعبة في حياتهم فبدأت من سنة 2018 مع بداية مرض وليد مصطفى ورحلة علاجه الطويلة اللي وقفت فيها كارول جنبه لحد وفاته في سنة 2025. ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان نتابع الجديد مع بعض.